السلام عليكم، اهلا بكم احلى متابعينا الحلوين. فيديو النهارده مختلف تماما. فيديو النهارده بالتعاون من مطبخ نور عمري مع قناه حسن احمد ايجيبتين فود، وهنعمل فيها النهارده وصفه منعشه جدا ولذيذه هيخلي ريحه الصيف تملى المطبخ. بتمنى منكم لايك جميل للفيديو زيكم كده. تابعوا معايا الفيديو للاخر عشان تشوفوا طريقه حسن احمد، جميله جدا، لذيذ جدا، وطريقة سلسة ومريحة جدا. وما تنسوش الدعم للفيديو باللايك الجميل وتعليق جميل زيكم. هنبدأ بأول وصفة من مطبخ نور عمري، وأول طبقة هحضرها وهي طبقة الكيك، واللي بتكون عبارة عن حبايتين من البيض، عليهم فانيليا، باكو من الفانيليا، ومعلقة كبيرة من الخل. هضربهم كويس في الخلاط او بالهاند بلندر لحد لما لونهم يبقى فاتح خالص. ده بيطلع معاك الكيك هش اكتر ولونه افتح. كده هنزل بنص كوبايه من السكر ونص كوبايه من اي زيت نباتي. كمان هضربهم ضربه كويسه قوي بالهاند بلندر لحد لما يبقى القوام معايا فومي اكتر ولونه فاتح كده. بعد كده هنزل بكوبايه من الدقيق المنخول، ولازم يكون منخول، وعليه معلقتين من النشا كبار، ورشه صغيره من الملح، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. دلوقتي لسه مضفناش لبن او زبادي او حليب او اي مواد سائله بزياده. اقلب الخليط معايا كويس، وبعد كده هنزل بنص كوبايه من الحليب الساخن. دي بتطلع معاكي كيك خفيف جدا وهش ولونه فاتح بزياده. هحضر بايركس مدهون بالسمنه او بالزبده، وهصب فيه الخليط، واكون مجهزه الفرن على درجه حراره 180 قبلها ب10 دقايق، واصب الخليط وادخله الفرن مباشره في رف اوسط على درجه حراره 180. ما شاء الله الكيك طالع لونه وقوامه خطير من قبل كمان ما يستوي. ما شاء الله لون فاتح وسفنجي ورائع. هطلع الفراغات الهواء علشان يطلع معايا المسام مظبوطه وما فيهاش فراغات هواء باي خله او عود خشبي. محتاجه طبقه كيك خفيفه جدا ورفيعه، مش محتاجاها عاليه. اخدت في الفرن 20 دقيقه ان هي طبقه خفيفه جدا. بعد ما بتستوي بسيبها تبرد تماما علشان كل الحاجات اللي هنضيفها بعد كده هتكون ساقعه. بسيبها تبرد تماما خالص. اديها كده ثقوب باي عود خشبي او بشوكه علشان اول ما انزل عليها التشريبه بتاعتها تشربها على طول. هحضر كوبايه الا ربع او المج بتاع الشاي ده، عليه معلقتين من السكر وهقلبهم كويس. وكده مقدار السكر بالزياده، يعني ممكن تحطي معلقه واحده بس لو عايزه مقدار السكر يكون مظبوط. انزلي عليها بالكميه كلها. الكيك بارد واللبن بارد، ولازم يكونوا باردين عشان قلبها ما يكونش معجن، وتتشرب تماما وتكمل ان هي تهدى شويه او تبرد. على ما اكون ضربت الكريم شانتيه معايا 2 باكو من الكريم شانتيه. هضيف على كل باكو الفنجان الصغير بتاع القهوه ده ماء مثلج او لبن مثلج. استخدمت 2 باكت، ضفت لهم 2 فنجان من الميه، والمقادير مكتوبه على الباكت من بره، اللي هو ما يعادل 25 جرام من الميه. لازم الميه تكون مثلجه علشان القوام معايا يطلع مظبوط. سيبه 10 دقايق يسقع اكتر في الفريزر. وعلى ما اكون برضو حضرت طبقه الجيلي، استخدمت معاها جيلي مانجا. طبقه الجيلي هنا مش اساسيه، لكن انا بحتاجها علشان تحافظ لي على لون المانجا وبتدي كمان طعم وغناوه اكتر للكيك. طريقة تحضير الجيلي مكتوبة على الباكت من بره، بس انا استخدمت باكل جيلي وعليه فنجان صغير برضو من الماء المغلي، وهبرده عشان اسرع عملية التبريد. حطيت مكعبات من التلج، وبرضو هفضل اقلب فيه لحد لما مكعبات التلج دي تدوب علشان بس تسريع الخطوات. الكيك في وقتها كان برد وخد التشريبه بتاعته. نزلت بالكريم شانتيه ووزعته كويس، وحافظوا على درجه الحراره دايما تكون مظبوطه علشان المكونات ما تسيحش مني. اوزع طبقه الكريم شانتيه كويس واسويها. لازم اسوي السطح كويس باي سكرابر او سباتيولا. هتحضري قطعه من المانجا وتقطعيها مكعبات. وهنا ينفع تستخدمي اي نوع فواكه بتحبيها غير المانجا، يعني ممكن كمبوت خوخ او فراوله او اي حاجه، وفي وقتها هتستخدمي طعم الجيلي بطعم الفواكه اللي انت استخدمتيها، او تشكلي فواكه زي ما تحبي. هتوزعي طبقه قطع المانجا على وش الكريم شانتيه، وبعديها هنصب الجيلي. بالصب الجيلي لازم تتاكدي ان هو بقى ساقع تماما عشان ما يسيحش معاكي الكريم شانتيه. هتحطي بقى قدام وانت بتصبي كده علشان ما يخترقش الكريم شانتيه ويعمل فيها ثقوب.
بتدخليها التلاجة تبرد ساعتين او نص ساعة في الفريزر. لو مستعجلة لازم المكونات كلها تتماسك مع بعضيها والطعم كله يدخل في بعضه علشان تشوفي لي اجمل طبقة كيك غرقانة بصوصات خطيرة، وطبقة كريم شانتيه غنية جدا، وكمان يا جمال المانجا، ولازم تأكدي ان المانجا تكون مسكرة، وطبقة جيلي طبقات خطيرة، والطعم مش قادرة اوصف لك جماله. لازم تجربيه عشان تجربي وتدوقي بنفسك قد ايه الطعم جميل ويستاهل وقفتك انك تعمليها. تسدي معاكي قوي قوي في الرحلات والمصايف، لان ينفع تحطيها في علب وتاخديها معاكي في اي رحلات او مصايف. في لي بقى جمال الطبقات والطعم حكايه، كمان تماسك خطير. لازم تجربيها بنفسك وتوصفي لي جمال الطعم في التعليقات. اول مره هطلب منك لايك ضروري على الفيديو، مهم جدا، بيحدد معايا قرار مصيري في وجود القناه. النهاردة هنعمل لكم كيكة بالمانجا هتاكل صوابعك وراها ومش هتفكر تعملها تاني. هنطجش بالطين البيضة ب5 جنيه، ونحط باكو فانيليا من عند عم سوبر مايو ومعلقة خل، ونضربهم كويس جدا، وبعدين نضيف عليهم كوباية ومعلقة كبيرة نشا ومعلقة كبيرة بيكنج بادر، ونضربهم كويس جدا لحد لما القوام يبقى ماسك نفسه، وبعدين هنزودهم بكوباية لبن سخنة ونقلب تاني. أنا زهقت من التقليب على فكرة. بعد كده هنحط الخليط بتاعنا في الصينية، وبعدين نفرغهم من الهواء بأي حاجة عندك حتى لو خلة سنان، وبعد كده هندخلها الفرن يكون متسخن على حرارة 180 ونسيبها لحد 20 دقيقة. أنا أخدت معايا أكتر من ساعة علشان الفرن طلع بطيء عندي. يلا بقى نعمل الكريم شانتيه لحد ما الكيكة تستوي. جبت شوية كريم شانتيه وحطيت عليهم كوباية لبن ساقعة ونص كوباية سكر من بتاع التموين، بس نصيحة خليها بلاش انتوا كمان تعملوا كده. بعد ما الكيكة استوت وبقت جاهزة هنبتدي نخرمها بالوشكة بعد ما تبرد. بعد كده هنجيب كوباية لبن ساقعة ونحط عليها معلقة كبيرة من السكر ونقلبهم وننزل بيهم على الكيكة، بس طبعا بعد ما تكون بردت خالص لأنها بتاخد وقت كتير على ما تبرد. بعد كده هنزل بالكريم شانتيه. هو طلع خفيف مني بس كان طعمه جميل يعني جدا والله. وهنحطها شوية في التلاجة يعني حوالي نص ساعة. وبعدين هنجيب مانجا ونقطعها قطع وننزل بيهم على الكيكة. انا بقى حد قال لي على فكرة اني اعمل جيلي مانجا، وكانت فكرة جميلة الصراحة وكان مديها طعم تحفة الحقيقة. جبت باكو جيلي بطعم المانجا وهنزل بيه في كوباية مية ونقلبهم، وبعدين نسيبه بره يبرد براحته. وبعد لما يبرد هننزل بيه بس واحدة واحدة علشان ما يخترقش الكريم شانتيه. وبعدين هندخلها التلاجة لمدة ساعتين أو نص ساعة في الفريزر. ياه على الجمال والحلاوة والطعم. أنا أول مرة أعملها ما كنتش متخيل إنها تطلع معايا كده خالص.
شكرا أستاذ حسن على الفيديو الممتع والرائع واللذيذ. بفكركم تاني ما تنسوش لايك للفيديو وتكتبوا تعليق جميل زيكم. سلام يا أحلى متابعين.